السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم حسين العبودي، عالم الاندرويد بين سبورت وان. هاي كورة. هذين القنوات اللي أنا مسويها. كيف خرج برشلونة أمام اليوفنتوس؟ الرؤية في 28 مشهد. نجح اليوفنتوس الإيطالي في التأهل لنصف النهائي على نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بعد التفوق عليه ذهابا بثلاثية نظيفة والتعادل مع إياب سلبي. وسوف نستعرض في هذا التقرير أبرز ما حدث في المباراة التي تابعها العالم بأسره. أولا، هيجوايين سجل 3 أهداف فقط في 21 مباراة ضد برشلونة. اثنين، اليوفنتوس حافظ على نظافة شباكه في 8 من أصل 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 3، لم يتم إقصائه أبدا في البطولات الأوروبية بعد أن يخرج منتصرا في الذهاب بثلاثية نظيفة. 4، هيجوايين سجل هدفين فقط في 24 مباراة إقصائية في دوري الأبطال. 5، لويس إنريكي كمدرب برشلونة خاض 174 مباراة، انتصر 131 مباراة وتعادل 22 وخسارة 21، وسجل 491 هدفا وتلقى 130 هدفا. 6، لأول مرة برشلونة يخرج من دور أقصى أمام فريق إيطالي منذ خروجه أمام الأنتر 2010 من نصف النهائي. 7، داني ألفيس خاض مباراة رقم 17 ضد برشلونة. 8، لأول مرة برشلونة يغادر دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي في موسمين متتاليين. 9، برشلونة في 26 مباراة في 2017 حقق 17 فوز و4 تعادلات وخمسة خسارة. طبعا 5 بس ما أعرف البرنامج قاعد يصير. و5 خسارة، وسجل 69 هدفا وسكن مرماه 29 هدفا. 10، ميسي لم يسجل أي هدف في 3 مباريات في دوري الأبطال ضد بوفون. 11، جيجي بوفون حافظ على نظافة شباكه في 46 مباراة في دوري الأبطال ليكون رابع أفضل رقم في تاريخ البطولة. طبعا 11. 12، يوفنتوس هو الثالث فريق يتلقى هدفين فقط ب10 مباريات في دوري أبطال أوروبا. يعني تصور يوفنتوس البارع. يعني وراعيد هاي النقطة 12 عن كلش مهمة. يوفنتوس هو ثالث فريق يتلقى هدفين فقط ب10 مباريات من دوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال. 13، جينيلونجي أو جيجي بوفون حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات في دوري الأبطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من أي حارس آخر، يعني مو أكثر من نوير. 14، برشلونة فشل بالفوز على أرضه في مباراة في دوري الأبطال للمرة الأولى في عهد لويس أنريكي. يعني تصور برشلونة في عهد وكمدرب لويس أنريكي للمرة الأولى يخسر على أرضه الكامبينو. 15، يوفنتوس وصل إلى نصف النهائي دوري أبطال في موسمين من موسمه 3 مع ماسيليانو أليجري، هو لم يفعلها في الموسم 12 التي سبقت وصوله. 16، برشلونة شدد تسديدة واحدة فقط على مرمى يوفنتوس، وهو أسوأ أرقامه في مباراة على أرضه في كل البطولات منذ أغسطس 2013. أغسطس هو اسم شهر أغسطس 2013. 17، ليونيل ميسي سدد 5 تسديدات خارج المرمى ضد يوفنتوس. 5، يعني من تشوفه أمس إنه ميسي أعطاه، يعني كانت فرصة ميسي للتهديف، يعني 24 متر بعد عن الهدف عن الشباك، وليونيل ميسي خارج الملعب.
وليونيل ميسي إنه في آخر أيامه هو يعني في التسديدات في الكرات الثابتة سيء. 18 يوفنتوس لم يتلقى أي هدف آخر 35 أو 531 دقيقة في الدوري الأبطال. 18 19 برشلونة تعادل 0-0 في الدوري الأبطال لأول مرة منذ 49 مباراة. 20 نصف نهائي 20 نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالأندية الألمانية لأول مرة منذ 8 مواسم. يعني تصور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالأندية الألمانية لأول مرة منذ 8 مواسم. 21 برشلونة فشل بالوصول إلى نصف النهائي دوري أبطال في موسمين متتاليين للمرة الأولى في عهد ليونيل ميسي. 22 يوفنتوس يواصل إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه. 23 يوفنتوس عاد الرقم ميلان كأكثر فريق إيطالي وصولا لنصف النهائي البطولات الأوروبية ب12 مرة. 24 يوفنتوس أنهى رقم برشلونة 15 فوز متتالي على أرضه في دوري الأبطال أوروبا. 25 برشلونة أقصى من ربع النهائي دوري الأبطال في 3 من آخر 4 مواسم. ثاني إلفيس ب141 مباراة كثاني أكثر لاعب غير أوروبي مشارك في البطولات الأوروبية بعد خافير زانيتي ب160 مباراة. 27 ليونيل ميسي ب115 مباراة كثالث أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال أوروبا. 28 والأخيرة لم يخسر ميسي في 100 مباراة بدوري أبطال أوروبا خلال 119 مباراة انتصر 70 تعادل 30 وخسارة 19 مباراة فقط. ها شباب هنا وصلنا إلى إنه كيف خسر يوفنتوس وخرج برشلونة أمام يوفنتوس الرؤية في 28 مشهد. يعني الحقيقة إنه برشلونة مو كعادته برشلونة اللي نعرفه واللي كان مسبق، وبرشلونة يقولون يمرض ولا يموت بس ما أعتقد يمرض ويموت. برشلونة تعب هلك في عهد لويس إنريكي، يعني جدا سيء. يعني خسارة متتالية من مالانجا 2-0، وخسارة من يوفنتوس في ملعبه يوفنتوس 3-0، وخسارته في ملعبه الكامبينو بدون هدف شرف. يعني على ملعبه وتعادل، وعلى الدفاع صلب يوفنتوس. وأكثر من نقول يوفنتوس قوية ومتدرجة بمعنى الكلمة لم يكفي على يوفنتوس هذا الكلام. يوفنتوس بطل أوروبا، بطل الإيطاليا بيجمعها، بأنه يعني فريق كبير كحجم برشلونة وكملعب كامبينو، يعني قوي جدا قوي. يلا مع السلامة شباب، نشوفكم في القرعة الجاية في يوم الجمعة، ستكون غدا في الساعة 1 ظهرا. مع السلامة.